السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اول حاجة بحب ابتديها بالفيديو بتاعي ان اصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي قناتي وانا اسمي آية. لو اول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اول حاجة النهاردة الوصفة بتاعتي هعمل سمك سنجاري. السمك السنجاري طبعا بيتعمل بكذا نوع سمك، بيتعمل بالماكريل اللي هو في ايدي ده، يا اما بيتعمل بالبوري، يا اما بالهامور، يا اما بالسباس، يا اما بالبلطي، يا اما بالقاروص. ينفع لانواع سمك كتير. اول حاجه انا جبت سمك من اللي هو الماكريل، ولازم يكون ماكريل اصلي لان فيه مضروب وبيبقى طعمه مش حلو خالص. وبيبيعوه بنفس التمن ده، يعني هو السمك الماكريل اصلا مش رخيص. هما بيبيعوه اللي هو المضروب ده بنفس سعر السمك الاصلي. جبت السمكة كده وقطعتها، قطعت راسها وبعد كده شلت الزعانف. المقص بتاعي مصدي بس هو ده الوحيد اللي نافع معايا. جبت مقصات كتير كلهم بيبوظوا ويتكسروا، هو ده اللي شغال معايا. وعملت السمكة كده من ظهرها مش من ناحية بطنها، وبطلع اللي في قلبها من جوه في بطنها. السمكة كانت متلجة عشان كده السكينة مش راضية تمشي فيها، بس عملتها بوز السكينة كده ومشت وبقت زي الفل. هطلع اللي فيها من جوه. السمكة طبعا بيبقى فيه دم متجلط كده على الجلد، على اللحم، لان هو اساسا سمك مجمد. زي ما انا عملت قبل كده في السمك البلطي في فيديو قبل كده، لو انا مش عايزة اعمله بايديا بجيب فرشة سنان بشتريها مخصصة للسمك، وبعمل بيها السمك كده بنضفه. واهم حاجة برضو ناحية السلسلة بيبقى فيه دم متجلط جدا، لازم يتشال عشان ما يعملش طعم وحش في الطبخة بتاعتك وتبقي متضايقة. وطبعا السمك ما هوش رخيص يعني، فمش مستاهله تبوظي الاكله عشان حبه دم متجلط في السمكه او في السلسله بتاعتها. هنضفها بقى كده كويس تحت ميه جاريه، وبعد كده هحطها في طبق. هاجي هنا بقى في طبق تاني هحط معلقه كبيره كمون، يعني مش كبيره، معلقه الشاي بس تكون ايه مليانه حلوه، ومعلقه شاي برضو مليانه كزبره، ومعلقه شاي ملح، ومعلقه برضو من البابريكا، يعني ما تكونش مليانه قوي، وبرضو كركم وما يكونش مليانه قوي، وعصير ليمونتين، وزي 5 6 فصوص توم كده هحطهم برضو على التوابل دي والليمون، واقلبهم في بعض. واجيب السمك بقى كده اتبله بالتتبيله دي من بره ومن جوه. اول حاجه هنشف السمك بمنديل عشان ما يبقاش فيه اي ميه. هتبله بقى كده في قلب السمكه من جوه ومن بره، عشان يشرب من التتبيله. وهعينه في التلاجة زي نص ساعه على ما احضر بقية الحاجات التانية اللي هتتحط في الصينية تحت السمك. هجهز برضو كده السلطة اللي هتتحط فوق الوش. هجيب قرن فلفل رومي اخضر، عايزة تضيفي اصفر واحمر براحتك، انا ما كانش عندي غير الاخضر فاستخدمته. بس هو قرن كبير اللي هو بقى الملحم ده، وقطعته صغير كده، اهم حاجة يبقى صغير عشان يستوي. وبصلة وسط قطعتها برضو صغير، وطماطميتين صغيرين او طماطماية وسط قطعتهم كده. وجيت برضو في اجهز الحاجة التانية. قطعت بطاطساية تكون يعني السمك بتاعها اتخن من الشيبسي بشوية زي ما انتوا هتشوفوا كده. بطاطساية كبيرة يا اما بطاطسيتين وسط حلوين كده عشان هما هيتحطوا برضو تحت. وقطعت برضو بصلة جوليان بس هي على جنب. وحطيت التوم على حطيت بقية راس التوم يعني اللي انا قشرتها وحطيتها على التتبيله الاولانيه. حطيت النص التاني على الخضار ده، وحطيت عليه نفس التوابل، ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبره، وهقلبهم في بعض. اهم حاجه على فكره التوم في الوصفه دي، التوم والبصل. يعني ممكن تحطي توم وبصل وطماطم بس، ممكن ما تضيفيش فلفل، وممكن ما تضيفيش بطاطس، ممكن يعني ما تحطيش بطاطس، ممكن تحطي من نفس السلطه دي
تحت السمك، يعني يبقى تحتها وفوقها. هجيب بقى صينيه بيتزا كده اللي هي الكبيره مقاس 30، وهحط فيها البطاطس والبصل الجوليان والقرن الفلفل التاني اللي انا قطعته، وهقلبهم في بعض كده. هحط الاول عليه ملح وفلفل وكمون وبابريكا ونفس الحكايه، هي التوابل، وهقلبهم في بعض. وهفكك البصل كده عشان يبقى كل شريحه لوحدها، واقلب اقلب اقلب كده. وبعد كده تقومي رصاها بقى في الصينيه كده، يعني تسويهم البطاطس بقى والخضار. وهتحطي بعد كده بعد ما تسويهم زي ربع كوبايه زيت او معلقتين كبار، على حسب بقى ما انت عايزه زيت قد ايه، بس ان انت تحطي زيت يعني يخليه بيلمع كده، وكمان برضو ما يلزقش في قلب الصينيه من تحت كده. ضفت الزيت خلاص. هجيب السمك بقى من التلاجة، قعد نص ساعه في التلاجة، وهحطه كده على الصينيه. هحط السمكتين عكس عكاس عشان يبقوا براحتهم في الصينيه كده. واجيب ورق فويل، واقوم حاطه سوري اسفه، واقوم حاطه السلطه اللي انا عملتها دي هامله كده فوق الوش. كله هحط كل حاجه، مش هسيب حاجه في الطبق. اللي هيتبقى هحط كده في الجناب على البطاطس والحاجه، والميه اللي نازله من الخضار دي برضو هحطها، وفويل، واقوم قافلاه. وعلى فرن متسخن قبلها ب10 دقايق، رف وسط على درجه حراره 200. وبعد كده بعد ما يستوي هدخل شوكه في البطاطس استوت تمام، هقوم مشغله الشوايه. مستوتش هغطيها تاني واحطها كمان زي 10 دقايق، بس هي بتقعد نص ساعه او 40 دقيقه. هشغلها الشوايه. انا عملت معاها رز ابيض، خدت هي اللون كده، السمك اخد اللون، وحطيته فوق الرز الابيض كده. وزوقي بقى السرفيس بتاعك بقى كده. حطيت انا في الجنب كده بطاطس بالخضار، وحطيت الناحية التانية شبت وليمون. زوقي انتي بقى الطبق بتاعك كده بقى، العين بتاكل قبل البق. وكده خلاص الوصفة بتاعتي خلصت. زي ما قلت لكم الوصفة بتنفع مع انواع سمك كتير. لو وصلتي بقى لاخر الفيديو ما تنسيش الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وطعمها خطير، وكل حاجة مستوية في بعضها. بشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.